مستوى كرة القدم بالكويت، لا بالعكس حتى على المستوى العالمي في لاعبين انتقلوا من نادي كبير إلى نادي كبير ما قدموا ربع مستواهم. في شيء لازم كلنا نثق فيه ونامن فيه ونتأكد إنها شيء صج، مهما كانت إمكانياتك كبيرة يبقى توفيق من رب العالمين. اللي قاعد يسويه عمر السومة حاليا مع الأهلي السعودي شيء خيال، ولا محترف قدر يسويه قبله مع الأهلي. أما مع القادسية كان عادي، مو عادي بس ما كان يسوي حتى ربع اللي قاعد يسويه الحين مع الأهلي السعودي. طبعا ما نختلف ان كل شيء هناك بالدوري السعودي يساعد على ان اللاعب يتألق، احتراف، ارضيات، جمهور، نقد تلفزيوني، كل شيء. بس هم في اشياء كان يسويها عمر السومة من ايام القادسية برا الملعب خلت الله سبحانه وتعالى يوفقه بشكل هو ما توقعه. من لما كان عمر موجود في القادسية كانت الأزمة السورية موجودة، أهلها كلهم بسوريا مو قادرين بهم الكويت بسبب إجراءات الفيزا وغيرها. فوق إن إدارة القادسية كانت تصرف راتب شهر شهر لا 3 أشهر، كانت وايد رواتب اللاعبين مقطعة، بس كان يساعد أهله بكل شيء. ولا ننسى أن راتب عمر السومة لما كان مع القادسية يعني ما شاء الله تبارك الرحمن ما يوصل حاليا حتى 5% من اللي ياخذه مع الأهلي. عمر كان يقصر على نفسه عشان أهله، طلعهم كلهم من سوريا وداهم مصر، شرى لهم بيت وقعدهم كلهم فيه، وكان مكلم اخوانه بمصر على اساس يشغلهم، سواء يشتري لهم تاكسي، يفتح لهم محل، مشروع، بس ما قدروا هم بسبة الفيزا وغيرها. غير ما شاء الله خواته اللي كانوا في منهم بالامارات وتركيا وغيرها كان يصرف عليهم واحدة غير اهله اللي بمصر من راتب بسيط. مو بس اهله حتى ربعه وفي ناس ما يعرفهم بسوريا كان يحول لهم فلوس كل شهر، مو بس من راتبه حتى من مكافآته. يعني بعد ما يفوز القادسية بالدوري أو كأس الأمير أو غيرها من البطولات تنصرف مكافآت غير المعاشات، اللاعبين يستانسون فيها، هو كان يتبرع فيها كلها. مو بس كذي، وكان يسأل مثلا ربعه أو ناس يعرفهم سوريا يقولون في أحد محتاج أعطوني أساميهم وأنا أحول لهم كلهم. وعلى فكرة من كثر ما كان هو ينحرج من ربعه أو أهله اللي يصيرون له من بعيد بسوريا ما كان يحط اسمه بالتحويل، يحط اسم أي واحد ثاني. حتى عمال الفريق اللي كانوا يشيلون الكور والتجهيزات وغيرها من الأمور عمر جزاه الله خير كان يمشي لهم مكافآت شهرية بدون شيء، كان يحسب حسابه